دلوقتي شفنا ازاي نعمل تعديل على احد عناصر الدكشنري. فقط بديله الكي بتاعي او المفتاح، وبعد كده بقول يساوي كذا عشان يشيل القديم ويحط الحاجة الجديدة اللي انا حطيتها له. بس ناخد بالنا بقى، لو عملنا تعديل معين بس كتبنا حاجة غلط، في الحالة دي مش هيعمل تعديل على الامر اللي انت قايل عليه، هيسيب الامر زي ما هو، لكن هيروح يضيفه كعنصر جديد في القاموس بتاعك. ازاي؟ انت كنت بتعرف القاموس بالشكل اللي انت قلت عليه، وبعد كده قلت له اعرض لي القاموس بتاعي كويس، وبعد كده بتقول انا هروح على العنصر اللي هو اسمه خليل بدرجته اللي احنا كنا بنسميه المفتاح والفاليو بتاعه، وهشيل درجة خليل اللي هي 100 واحط مكانها 50 كويس، وهروح على احمد وهحط مكانها 30. بس ناخد بالنا هنا ان احمد جوه القاموس معرف كما لو كان ايه سمول اتش ام اي دي. حلو. انا قايل له هنا احمد ايه كابيتال، وعلي كنت معرفه هنا برضو جوه القاموس كما لو كان بايه سمول، لكن انا قايل له ايه روح عدل لي في علي اللي هي ايه كابيتال. في الحاله دي احمد اللي هي الايه بتاعتها كابيتال وعلي اللي هي الايه بتاعتها كابيتال مش موجودين عندي اصلا في القاموس بتاعي. طب هو هيعمل ايه بقى في الحاله دي؟ قال لك خد بالك، انا هنا بدايه كده بقول له ايه، بقول له اعرض لي محتوى القاموس من غير ما تعدل فيه، وتحتيها على طول بقول له بعد اذنك روح عدل على مفتاح خليل وخلي المية ب50، وتحتيها على طول بقول له ايه، بقول له احمد بيساوي 30. خد بالك بقى، هنا هيروح يدور في القاموس على احمد اللي الحرف الاي بتاعها كابيتال، مش هيلاقي احمد اللي حرف الاي بتاعها ايه كابيتال، وبالتالي هيروح يزوده في اخر القاموس. هياخد احمد كي ويقوم مديها فاليو كام 30. نفس الحكايه مع علي، هيروح يدور على علي اللي فيها حرف الاي كابيتال مش هيلاقيها، طالما ما لقاهاش في القاموس خالص هيروح يزود علي كي في اخر القاموس ويديها فاليو كام، ويديها فاليو 100. وبالتالي لما اقول له برنت الستودنت ديجري، في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هيقول لي خد بالك القاموس بتاعك بالشكل ده انت عرضته في الاول زي ما هو من غير اي تغيير، بعد كده قلت له روح عدل في خليل وشيل ال 100 وحط مكانها 50، قلت لك اهي. بعد كده قلت له روح على احمد وشيل ال 90 وحط مكانها 30. راح دور ما لقاش احمد بايه كابيتال فحط احمد زي ما هي ب 90، وراح زود احمد اللي هي بايه كابيتال وحط لها فاليو ب 30 في اخر الدكشنري، وقلت له بعد كده روح حط لي مكان علي شيل درجته اللي هي 100 اللي هي 85 وحط مكانها 100. فراح يشوف علي اللي الايه بتاعها كابيتال ما لقاهوش، فقام ساب علي جوه القاموس زي ما هو بدرجته العاديه خالص، وراح ضاف علي اللي هي بايه كابيتال في اخر القاموس خالص واداله الدرجه رقم كام؟ رقم 100. يبقى احنا لما بنحب نعدل على محتوى قاموس، لو اديته مفتاح مش موجود داخل القاموس ايه اللي بيحصل؟ بياخد هذا المفتاح والقيمه بتاعته ويروح يزودها في اخر الديكشنري. بياخد المفتاح والقيمه بتاعته ويروح يزودها فين؟ ويروح يزودها في اخر الديكشنري. طيب، لو عايز اساله سؤال، هل خليل هو احد المفاتيح في القاموس ولا لا؟ او هل احمد هو احد المفاتيح في القاموس ولا لا؟ عايز اسال عن اي مفتاح هو موجود في القاموس ولا لا، بستخدم في الحاله دي كلمه ان. بستخدم ايه؟ بستخدم كلمه ان زي ما احنا شايفين في الكود بتاعنا كده. يبقى احنا عملنا الامر ده قبل كده لما كنت بستفسر هل حد موجود عندي في الليسته ولا لا، كنت بقول له هل كذا ان ليست ولا لا. وفي الحاله دي لما كنت بستخدم كلمه ان عشان اسال عن عنصر معين موجود في الديكشنري او حتى زي ما خدنا قبل كده في الليست ولا لا، كان هو بيرد عليا باحد احتمالين: يا اما ترو لو لقى الكلمه او الحاجه اللي انا بسال عليها موجوده عندي في الديكشنري، يا اما فولس لو لقاه مش موجود. يا بترو لو لقاه موجود، يا فولس لو لقاه ايه مش موجود. طيب، لما اقول له
ده القاموس بتاعي، وباجي اسال سؤال: هل خليل، وطبعا حطيتها كسترنج لان المفتاح بتاعي متعرف جوه الديكشنري كما لو كان سترنج، يبقى بقول له هل خليل ان ستودنت ديجري، وير ان ستودنت ديجري ده هو اسم الايه؟ اسم القاموس. صح؟ كويس جدا. وفي الحاله دي لما اجي اقول له رن، ايه اللي هيحصل؟ انا بقول له طبعا برنت. انا ينفع احط ده كله جوه متغير واقول له برنت المتغير ده عشان اشوف هل خليل هو احد عناصر الديكشنري ولا لا. وبالتالي لما اقول له رن هيقول لي ترو. ليه ترو؟ لان خليل هو احد عناصر مين؟ هو احد عناصر الديكشنري. بس خد بالك بقى، لو انا عايز اقول له مثلا هل ال100 او ال90 او ال85 او ال100 التانية او حتى درجة ابراهيم وباسل اللي هم جايين بعد كده دول، عايز اساله بقى هل هم موجودين في الديكشنري بتاعه ولا لا، قلت له اهو 100 ان ستودنت ديجري. لما اقول له 100 ان ديكشنري ولا لا هيقول لي ايه؟ لو سالته قلت له اي قيمه منهم هي في الديكشنري ولا لا، هيقول لي خد بالك، لا مش موجوده عندي. ليه بقى هيقول لي مش موجودة عندي؟ لأن هو بيروح يبحث بالكي وليس الفاليو. لأن هو بيبحث بإيه؟ لأن هو بيبحث بالكي وليس الفاليو. يبقى أنا قلت له هنا هل ال100 موجودة ولا لا؟ ولما قلت له رن قال لي لا مش موجودة، لأن هو بيبحث بمين؟ بالكي، مش بيبحث بالفاليو. طيب لو أنا عايزه يطلع لي ال100، لو أنا عايز أسأل عن ال100 وخليه يقولها لي صح، لأن ال100 فعلا هي أحد عناصر الدكشنري وهي الفاليو بتاعت خليل زي ما احنا شايفين كده. بس أنا لما قلت له ال100 إن القاموس قال لي لا مش موجوده. سالته ليه؟ قال لي يا عم ده انا ببحث بالمفتاح مش ببحث بالفاليو زي ما انت متخيل. قلت له لا، ده انا عارف ان ال100 هي احد مكوناتك، وبالتالي انا لابد ايه؟ لابد ان انا اخليك تطلعها لي صح. في الحاله دي هقول له ايه؟ هستخدم امر اسمه value او داله اسمها value. ازاي؟ هقول له 100 ان student degree دوت value. دوت value معناها ايه؟ معناها ان انا بسأل عن فاليو معينه. معناه ان انا بسال ايه؟ عن فاليو معينه. يبقى كتبت اسم القاموس دوت فاليوز. في الحاله دي هيقول لي ترو لانها موجوده كفاليو من ضمن الفاليوز بتاعت مين؟ من ضمن الفاليوز بتاعت الدكشنري. قال لي ايه؟ قال لي ترو. يبقى خد بالك قوي قوي قوي، لو احنا سالنا عن فاليو هيقول لي لا مش موجوده، لان يا عم انا ببحث بايه؟ لان انا ببحث بالمفاتيح وليس القيم. لو انا عايزه يقول لي الفاليو فعلا موجوده ولا لا، بستخدم اسم الديكشنري دوت فاليوز. في الحاله ديت هيقول لو هي موجوده هيقول لي ترو، لو مش موجوده هيقول لي فولس. تمام كده؟ يعني مثلا لو انا جيت هنا وسالت مثلا على 20، هل ال 20 هي موجوده كاحد الفاليوز بتاعت الديكشنري بتاعه ولا لا؟ هيقول لي لا مش موجوده، لان ال 20 ما هياش من ضمن ايه؟ من ضمن المكونات بتاع الديكشنري بتاعك. طيب لو عايزينه يجيب لنا الفاليو بتاع مفتاح معين نعمل ايه؟ هقول له اسم القاموس دوت، واستخدم الامر او الداله اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها جيت، واقوم فاتح قوس بارانسيسس او القوس الكيرف ده، واكتب له المفتاح اللي انا عايز ارجع الدرجه بتاعته او الفاليو بتاعته. يبقى لو انا عايز اجيب الفاليو بتاع مفتاح معين هقول له اسم القاموس دوت، واكتب اسم ايه؟ واكتب او استخدم الداله اللي هي اسمها جيت، وبعد كده اقوم مديها المفتاح اللي انا عايز اجيب الفاليو بتاعته. يبقى انا عرفت القاموس اهو. بعد كده قلت له ستودنت ديجري دوت جيت. هيجيت مين بقى؟ هيجيت الفاليو بتاعت العنصر اللي اسمه احمد او المفتاح اللي اسمه احمد. احمد جايب 90، كويس جدا. وبالتالي لما اقول له رن هيقول لي ده احمد جايب كام؟ احمد جايب 90. طب لو انا عايز اجيب الفاليو بتاعت مثلا ابراهيم هقول له دوت جيت ابراهيم، وبالتالي هيقول لي ده ابراهيم جايب 80. كويس جدا. طيب ماذا لو رحت كتبت اسم مفتاح مش موجود في القاموس؟ ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟
لما اديله مفتاح مش موجود في القاموس، انا كان عندي احمد بس الحرف الايه بتاعه كان سمول، بقول له جيت احمد، بس احمد الحرف الايه بتاعه كابيتال. وبالتالي لما اقول له رن هيديني ايه؟ نن. هيديني حاجه اسمها ايه؟ هيديني حاجه اسمها نن. هيقول لي لا، ده انا ما عنديش حد في القاموس او مفتاح في القاموس اسمه احمد بايه كابيتال. ماذا لو كان عندي اكتر من مفتاح بنفس الاسم، وانا عايز القيمه بتاعه المفتاح ده؟ القاموس بتاعي مثلا فيه كلمه خليل متكرره مثلا كذا مره، او علي متكرره كذا مره، او اي مفتاح ايا كان متكرر كذا مره. حتى هو هنا مديني اعتراض، قال لي الديكشنري كي خليل ريبيتد with different values. ليه؟ لان عارفين اصلا ان اقواس الكيرلي أو دي عباره عن مجموعه، والمجموعه بتمنع التكرار. فانا اديته خليل هنا اكتر من مره. يبقى في الحاله دي اهو، شوف اديته خليل اكتر من مره، او اي مفتاح اديته له اكتر من مره. كويس جدا. طيب لو انا عندي اكتر من مفتاح بنفس الاسم، وانا عايز القيمه بتاعه المفتاح ده، في الحاله دي هيروح يعرض القيمه بتاعه انهي مفتاح فيهم؟ ها انا بسالك. هيروح يعرض القيمه بتاع اخر مفتاح. يبقى لو مثلا القاموس عندي اتكرر فيه كلمه خليل اكتر من مره، وانا عايز اجيب القيمه بتاع خليل، فهروح اقول له انا هستخدم الامر اللي اسمه جيت. ايوه، اسم الديكشنري دوت جيت، واقوم كاتب المفتاح بتاعي. في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ يقرأ من الشمال، هيروح على القاموس بتاعي ويبدأ يقرأ منين؟ ويبدأ يقرأ من الشمال. هيسجل أول مفتاح لخليل بقيمة 100. كويس جدا. ويفضل ماشي 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 لغاية أما يخلص كل المفاتيح أو كل عناصر الديكشنري بتاعي. هيروح في الاخر خالص واحنا ماشيين كده هيلاقي مفتاح تاني باسم مين؟ باسم خليل برضه. في الحالة دي هياخد القيمة الجديدة ويحدث في القيمة القديمة. ولو لقى اكتر من كده هياخد اخر قيمة هو قرأها ويحدث بيها كل اللي فات. يبقى هو بياخد اخر قيمة قرأها ويحدث بيها ويحدث بيها اللي فات. وبالتالي لما اجي اقول له رن، لقى خليل بقيمتين، القيمة الاولى 100 والقيمة التانية ب70، هيعرض لي كام؟ هيعرض لي ال70. يبقى ده لو عندي أكتر من مفتاح بأكتر من قيمة، وأنا عايز أعرض قيم المفتاح ده، هيعرض لي آخر قيمة. هو آخر قيمة هو قرأها. طيب لو أنا عايز أدور على مفتاح معين، بس أنا مش عارف المفتاح ده موجود كأحد عناصر القاموس ولا لأ، في الحالة دي ممكن أقول له لو أنت ما لقيتش المفتاح اللي أنا عايزه، اعرض لي قيمة معينة، والقيمة دي أنا هبقى عارف إنها بتكافئ كلمة none. يعني أنت هتروح تدور على المفتاح اللي أنا مديهولك. لو ما لقيتش المفتاح ده، اعرض لي كلمة معينة أنا هدخلها لك، وأنا هبقى عارف إن الكلمة ديت هي مكافأة لكلمة none. أنا عرفت ديكشنري زي ما إحنا شايفين كده، وفي مجموعة العناصر بتاعتي اللي هي المفاتيح والقيم زي ما احنا شايفين كده. وقلت له ستودنت ديجري دوت جيت، معناها ان انا عايزه يجيب لي فاليو معينة لمفتاح معين. فقلت له هات لي احمد. كويس. انا مش عارف احمد هو عناصر الديكشنري ولا لا. فلو انا مش عارف، فانا وعايزه لو راح دور وما لقاهوش عنده يرد لي بكلمه معينه انا عارف انها بتكافئ كلمه نان، هقوم مديله الانبوت الثاني للداله اللي هو مين؟ نوت اكزيست. معناها ايه؟ لو راح دور في القاموس وما لقاش احمد اللي بيبدا بحرف كابيتال ايه، في الحاله دي هيعمل ايه؟ هيقوم رايح عارض لي كلمه نوت اكزيست، معناها ان انا هبقى عارف ان احمد ده مش موجود في القاموس. وبالتالي لما اقول له رن هيقول لي نوت اكزيست، يعني المفتاح اللي انت بتدور عليه اللي اسمه احمد بكابيتال ايه ده مش موجود عندي في كاحد عناصر الليست، يعني اللي هي موجوده عندي. وبالتالي انا قلت لك نوت اكزيست. طيب نفس الحكايه، انا عايزه برضو يروح يدور على مفتاح معين، ولو ما لقاهوش يديني رقم واحد بدل ما هي نوت اكزيست. فعادي جدا انا هبقى عارف ان رقم واحد ده بيدل ان العنصر ده مش موجود كاحد مفاتيح الدكشنري بتاعي اهو. وبالتالي لما اقول له رن هيقول لي هيقول لي والله واحد. وانا عارف ان واحد ده هو عارف ان واحد ده بيدل على ان المفتاح اللي انا مديهوله ويبحث عنه
ما هواش موجود كأحد عناصر الديكشنري، مش موجود كأحد عناصر إيه؟ الديكشنري. طيب ماذا لو راح ولقى العنصر موجود أو المفتاح موجود؟ لو راح ولقى المفتاح موجود، في الحالة دي هيجيب القيمة اللي موجودة عنده وهيتجاهل القيمة التانية اللي أنا مديها له. يبقى أنا بقول له أهو جيت أحمد باسمه اللي هو اصلا موجود عندي كاحد مفاتيح الديكشنري، وبعد كده قلت له نوت اكزيست. يبقى لو راح ولقى احمد هيتجاهل الكلمه الثانيه دي وهيرد لي بالفاليو بتاعت احمد. لو راح وما لقاهوش هيرد لي بالثاني وهيتجاهل الاولى اللي هي موجوده عنده اهو. والتاني لما اقول له رن، راح لقى احمد موجود فقال لي والله ده احمد جايب كام؟ احمد جايب الدرجه اللي هي 90. يبقى الفاليو المقابله للمفتاح اللي اسمه احمد كانت كام؟ كانت 90.